استراحة. نص الكوباية مش مليان، تخديع بصري وهلاوي الشوف. كان باين جدا ان الكوباية حاسة الخوف لمجرد دم لاذع على الجدران، في منظورها انها تتمرد على الواقع وتعيش الحلم وتتقدم، يتحقق مجنون الروح، ينطلق البوح. لو شفت المشهد من زاوية خاصة شوية كانت فرقت جدا، ومعاني كان كارت في كونكان، ولا كان الكادر يبهت فجأة والنور يصرخ في وشوش الناس السرحانة قلوبهم، يعلن ببرود. استراحة. تستنى تدور وتفكر راح فين الواد بياع الشاي؟ نفسك في سجارة؟ عندك إحساس شبه التأكيد إن الدخان هيعالج كل شروخ روحك ويزيل الدم اللاذع على الجدران؟ صدقت الجملة المقصورة؟ من شال هم وهم الناس هيموت في الحال، وتعود مهزوم، ولا قوة في إيدك ولا بكرة ولا حتى الشمس، والمشهد يتعاد من الأول والظلام يبدأ يسود، والنفس تسول لك أشياء مش بالواقع، وهترجع تتعذب دايما بضغوط اليوم المتلخبط، وهتمسك قلمك وتشخبط، تتعب تتوجه نحو النوم اللي بايش في المراية، وتحاول لعدة مرات تعمل أعمال ما فيهاش تمثيل، والفيلم بتاعك راح يخلص من غير تترات ولا حاجة فيه.